شيخنا الجليل، الأخ أبو محمد من أسوان يسأل عن مقامات الزهراء صلوات الله عليها. يقول النبي صلى الله عليه وآله يصفها بأنها أم أبيها، فهل لها بناء على هذا الأمر أسبقية في الخلق في العالم النوراني المعروف بأنه أول ما خلق هو نور النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يوجد لدينا بأن الزهراء صلوات الله عليها لها أسبقية في النورانية على النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا، هذا غير صحيح، ونحن لسنا مع مثل هذه التكلفات التي تقال مع الأسف هنا وهناك، حتى وإن سمعت مع الأسف على بعض المنابر أنه يفسر أنه أم أبيها، إذن معنى ذلك أن نورها خلق قبل نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنه اشتق نور رسول الله، وبالتالي صارت بهذا الاعتبار أماً لرسول الله، أم أبيها. يعني لا يا أخي، هذا تكلف، بل هو من الغلو، نستطيع أن نعبر عنه هكذا. أولا لأنه الروايات الشريفة كلها تذكر، يعني هذا عليه فيه تضافر في الروايات الشريفة، أن أول ما خلق نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ذلك النور اشتق نور فاطمة عليه السلام. الأصل هو رسول الله، أول ما خلق الله عز وجل نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. سأل جابر رسول الله: ما أول ما خلق الله؟ قال: نور نبيك يا جابر. فلا يمكن رد الروايات بمثل هذه التكلفات وتحميل النص أكثر مما يحتمل. عند العرب لما يصف أحد ابنته بأم أبيها يقصد بذلك أن لها من الحنان ما للأم على ولدها، يعني حنونة على أبيها، بحيث كأنها تقوم مقام الأم في حنانها. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله، هذا تعبير عربي لا بد من إخضاعه للغة ومدلول اللغة، لا أن نتكلف ونتمحل ونضخم من مدلول هذه الكلمة ونجعل لها معنى آخر كلية نرد به حتى الروايات الشريفة. هذا منهج غلط. مثل واحد من الخطباء أيضا سمعته ذات مرة، ومع الأسف كان يقرأ عندنا أيضا، كان يقول للجالسين من المؤمنين في المجلس: أنتم أتعلمون ما معنى كنية أبي عبد الله؟ ألسنا نقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام؟ أتعلمون ما معنى كنية أبي عبد الله؟ لماذا نقول هو أبو عبد الله؟ معنى ذلك أنه أبو كل الخلق، لأنه كل الخلق عباد الله، فهذا معناه أنه أبو عبد الله يعني أبو كل الخلق، ويبكي العالم على أساس تعالوا خل نبكي على أبينا. يعني هذا يا أخي تكلف. هذا شنو كنية؟ هي كنية الإمام الحسين عليه السلام أبو عبد الله، كنية الإمام الحسن أبو محمد، كنية الإمام صادق أبو عبد الله، هم صار أبو كل عباد الله؟ يعني شنو هذا المنطق؟ ما له ربط. يعني هذا عندك نص اتكلم، عندك رواية احكي، أما مجرد تطلع لك بطلعة على المنبر على أساس شيء جديد، يعني الناس ما سامعين والله، فيقول لا والله هذا يعني الخطيب كلش يفتهم زين طلع لنا شغلات أسرار، طلع لنا أسرار، هذا الخطيب اكتشف السر المستودع فيها. والله عجيب، هو السر شلون تكتشفه؟ السر المستودع فيها شلون تكتشفه؟ بلا أدلة، بلا أحاديث، بلا روايات، بلا أدنى دليل. يعني يا ريت أكو دليل، ولو رواية ضعيفة نقول يلا مو مشكلة، مرت عليه الرواية الضعيفة. أما بلا رواية بلا دليل واحد يطلع على طلعة، ما يصير يا أخي. هذا كلام لا ينبغي أن يقع فيه المؤمنون ولا الخطباء ولا المنبريون. هذا يدخل في باب الحرمة، أننا ننطق في الأئمة عليهم السلام بما لم ينطقوا في أنفسهم. هذا ما يجوز. نصل إلى مرحلة أنه نقول فاطمة الزهراء لها أسبقية خلقة حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كلام باطل، لا يجوز هذا الكلام. ليس هنالك أحد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله، لا في الخلقة ولا في النور ولا في المقام. أصلا هذا يمكن عده من ضروريات التشيع،
أن الله عز وجل أول ما خلق نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ومنه اشتقت الأنوار الأخرى، أنوار المعصومين، أنوار الأنبياء الأوصياء عليهم الصلاة والسلام. هذا كان في عالم الأنوار، غير هذا العالم اللي احنا فيه. هو إذا أنت تأخذ على حسب، إذا تقيس الأمر على حسب الخلقة الدنيوية الترابية البشرية، تأخرت خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله خاتم الأنبياء صحيح، لا احنا نقيس لأنه العوالم مختلفة. احنا قلنا عندنا أكثر من عالم تتقلب الموجودات في هذه العوالم، عالم الأنوار، عالم الأظلة، عالم الذر، عالم الدنيا. احنا عالم وسط احنا الآن. بعدين عندنا عالم وراء، عالم شنو بعد عالمنا هذا؟ عالم البرزخ. بعد هذا العالم هم شنو اكو؟ عالم قبل عالم الآخرة عندنا عالم القيامة. القيامة عالم، هو القيامة يسمى يوم القيامة تغليبا لليوم على الكل، وإلا هو سنوات 50,000 سنة، سنوات الله العالم، من سنين الآخرة من سنين الدنيا 50,000 سنة. شنو عالم كامل قائم بذاته. احنا من يوم من النبي الأعظم إلى الآن 1400 سنة فقط، فشوف 50,000 سنة ايش قد يصير؟ عالم قائم بذاته، هذا بس كل يوم القيامة. هذا عالم بحد ذاته، الناس هم يأكلون يشربون، موجود هذا في الروايات. مشاكل طبعا كثيرة، عالم فيه حساب وكتاب وقانا الله عز وجل عذابه. بعد ذلك عندنا عالم ماذا؟ عالم الآخرة، عالم الجنة والنار. عوالم، شوف كم عالم إلى الآن، 5-6 عوالم عندنا. ففي عالم الأنوار اللي هو أول العوالم، الله خلق أولا نور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أنوار الأئمة عليهم السلام أيضا خلقوا منه، اشتقوا منه فيما بعد. الروايات تقول خلق نور النبي الأعظم، ثم خلق نور علي أمير المؤمنين عليه السلام، وثم اشتق من نور النبي الأعظم نور الزهراء عليه السلام، ثم زوج النور إلى النور. نور علي ونور فاطمة اجتمعا، فاشتقت منهما أنوار بقية أئمة أهل البيت، الحسن الحسين زين العابدين الباقر الصادق، الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وثم جعل هذه الأنوار محدقة بالعرش، تسبح الله وتحمده وتهلله وتعظمه. بل قبل خلقة العرش، هذا كله قبل خلقة العرش، جعلها أنوارا هكذا. هذا اللي موجود بالوجود فقط، لأن الله خالق الوجود بما فيه، فالله فقط خلق هذه الأنوار. ثم بعد إذن خلق الملائكة. الملائكة أول ما خلقوا فتحوا أعينهم، إنجاز التعبير، وجدوا أنوارا أمامهم، وجود لا يوجد فيه شيء إلا هذه الأنوار. فيقول النبي ويقول الأئمة عليهم السلام حتى لا يتوهم الملائكة أننا نحن الرب، أننا أرباب، لأنهم لا يجدون شيئا عندهم سوى ماذا؟ سوى هذه الأنوار. قلنا أولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني لا تتوهموا أننا نحن الله، الله أكبر. فنحن الذين علمنا الملائكة التوحيد. الملائكة تلامذة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، هكذا تقول الأحاديث الشريفة. وهكذا بعد إذن تذكر الأحاديث ماذا جرى وشلون صار عالم الذر، والله عز وجل أشهد الذر على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. تقول الرواية الشريفة كان أول من قال بلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعله الله عز وجل سيد خلقه وسيد أنبيائه. ثم كان الثاني علي أمير المؤمنين، ثم فاطمة الزهراء، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم الأنبياء إبراهيم الخليل عليهم حسب درجاتهم. يعني إبراهيم قبل مثلا آدم، لأنه إبراهيم أعظم من آدم في المقام مثلا، عيسى المسيح، موسى الكليم، بقية الأنبياء عليهم السلام. هذه عوالم غيبية. ما دام عندنا نصوص، عندنا أحاديث شريفة، قال أئمة أهل البيت، قال النبي، قال أمير المؤمنين، نلتزم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام. أما ما عندنا نص، أنا أتفلسف أروح أجيب لي
أم أبيها وأقوم أبتدع فكرة وأنها معنى ذلك أنها قد سبقت في الخلقة، لا، هذا محرم ولا يجوز، وهو من تحميل النص أكثر مما يحتمل، فإنه جرت عند العرب هذه الكلمة في وصف حنان البنت أو الأخت أو ما شاكل، فيقال ماذا؟ أم أبيها، يعني أنها لها من الحنان والعطف ما للأم على ولدها فقط. شيخنا الجليل يسأل الأخ أيضا أبو محمد من أسوان عن فاطم بن أسد، يقول هل تزوجت فاطمة بنت أسد أحدا قبل أبي طالب؟ لا لم يصح، هذا لم يصح. طيب. شكرا جزيلا شيخنا الجليل على هذه الإجابات الرائعة وعلى هذا الوقت الذي بذلتموه لنا والمشاهدين الكرام، ونشكر كذلك السادة الحضور الكرام، ونشكر السادة المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار المفتوح مع الشيخ الحبيب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله.